وعليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون هو العلمانية. اشنا هي العلمانية؟ غادي نبحثوا ونقلبوا على المعنى ديالها في الكتب الأجنبية والكتب العربية، ونشوفوا التاريخ ديالها والظروف فاش نشأت والظروف فاش بانت. ولكن قبل ما نبداو المرجو تدعمونا بالاشتراك والإعجاب في القناة وتفعيل زر الجرس. أول حاجة غادي تواجهنا في هذا اللفظ ديال العلمانية هو التناقض بين المعنى ديالو في اللغة الإنجليزية والفرنسية والمعنى ديالو في اللغة العربية. تيقولوا بأن العلمانية باللغة الإنجليزية هي سيكولاريزم. ملي جينا نبحثوا ونشوفوا الترجمة ديال سيكولاريزم لقيناها هي اللادينية أو الدنيوية، وهذا خطأ مقصود في الترجمة ديال لفظ العلمانية، لأنه إلا صرحنا الناس باللفظ ديال اللادينية غادي ينفروا من هذا اللفظ هذا وغادي ينفروا من هذا الفكر. لهذا اختاروا لفظ العلمانية واللي تيوحي للمستمع أن القضية عندها علاقة بالعلم، وبهذه الطريقة يمكن لهم يستدرجوا مجموعة ديال العرب والمسلمين لهذا الفكر. الآن غادي نمشيو ونشوفوا التاريخ ديال ازدياد هذا الفكر ديال العلمانية والنشوء ديالو، وشنا هي الظروف والوقائع اللي كانت سبب في تفجر هذا النوع من التفكير. وجدنا في الأول بأنه هذا التفكير اللاديني هو ردة فعل للشعوب منين تستبد طائفة من الناس على السلطة باستغلال الدين، ومنين تتكتر الفروق والطوائف الدينية وتتحارب فيما بيناتها بدعوى أن كل طائفة هي اللي على الصواب وأنها هي صاحبة الحق، وأن باقي الطوائف هم كفار يجب قتالهم وإبادتهم. وإلا جينا نشوفوا فين تكون هذا الفكر العلماني وفين انتشر، غادي نلقاوه بأنه انتشر في أوروبا في القرون الوسطى. ولكن كيفاش وعلاش؟ القارة الأوروبية في القرون الوسطى وقبلها كانت تعيش في تخلف وتشرد وفقر مدقع بسبب الحروب الدينية اللي تفجرات بعد تفرق الناس حول دين المسيح والتحريف اللي جرى فيه. فبانت في ذاك الوقت طوائف اختلفت في أصل الدين اللي هو شكون هو الله والحقيقة ديالو. ها اللي تيقول الله هو الله وعيسى ولدو، ها اللي تيقول الله هو عيسى، وها اللي تيقول الله ثلاثة، الله وعيسى والروح القدس، وكاينين اخرين تيقولوا بانه مريم حتى هي اله. وبلغ عدد هذه الطوائف اكثر من 70 فرقه وطائفه، اكثر من 70 فرقه وطائفه دينيه. اشهر هذه الطوائف هي الكاثوليكيه والأرثوذكسية الشرقية والأرثوذكسية المشرقية والكنيسة الآشورية والكنيسة القديمة والكنيسة اللاثالوثية والكنيسة البروتستانتية الثورية، واللي جمعناها من كلمة وفعل بروتستانت. سبب تولد هذه الكنائس وهذه الطوائف هو التحريف اللي وقع في الإنجيل بسبب التأويل ديال الألفاظ ديالو، وغالبا هذا التأويل تيطرى بواحد الطريقة اللي تتأول فيها اللفظ عن غير موضع له في اللغة. قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، بمعنى أنهم يحولون ويؤولون المعنى بخلاف المعهود والمعروف عليه في اللغة. والمصيبة الكبرى هي أنه أي واحد وأي كاهن تيحرف وتيؤول تيكتب داكشي اللي حرف وداكشي اللي فهم من راسو وتيقول هذا من عند الله. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بعد ما كثرت هذه الفروق وهذه الاختلافات في الدين، طبيعي تبان وتظهر خلافات أخرى دنيوية مرتبطة بالأطماع وبالمال والسلطة، واللي تتأجج وتتسعر هذه الحروب كالحروب الفرنسية الثمانية اللي خربت فرنسا. وهذا حرب كانت بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية، وسبب في حرب أهلية خطيرة استمرت 36 سنة من 1562 ميلادية إلى 1598 ميلادية، واللي كان سببها بكل بساطة أن البروتستانت خالفوا الشعائر الدينية الكاثوليكية. وهذه الحرب تخللتها مذبحة شهيرة تتسمى مذبحة ميشيلاد، واللي مات خلالها آلاف ديال الأشخاص. وصل عدد القتلى في هذه الحروب الأوروبية الدينية إلى 11 مليون قتيل. من بين الحروب أيضا الحروب الهوسية وحرب كولونيا اللي دمرت الإمارة الكنيسية التاريخية في الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
وحروب أخرى دينية عرفتها أوروبا كحرب 80 عاما، وحرب 30 عام، وحرب 11 عام، وحروب كثيرة وكثيرة بزاف. في هذا الحال كانوا الناس في أوروبا أتباع وقطيع تابع للكنيسة، ما عندوش سيادة حتى على راسه، وكانت الكنيسة تتحارب الاختراع والابتكار. لذلك بقاو الناس عايمين في الجهل لدرجة أنهم كانوا تيعدموا أي واحد اكتشف شي اكتشاف جديد وتيتهموه بأنه زنديق خارج على الكنيسة وخارج على البابا اللي كان تيدعي أنه عنده صلة مع الخالق. هنا إلا لاحظتوا واش بان لكم شي تشابه نسبي بين حالة أوروبا في ذاك الزمان مع حالة المسلمين في هذا الوقت والحروب الدينية اللي واقعة في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن. واخا ما عليناش نبقاو في أوروبا في هذا الوضع وفي هذه الظروف. في أوروبا بداو الناس تيترباو وتيكبر فيهم الكره ديال الدين وديال الكنيسة، حيث ولا عندهم الدين سبب النزاع والحروب والتخلف. وهنا بدات العلمانية واللادينية كترعرع وتتلقى القبول عند الأوروبيين اللي تقهروا بالحروب وما عندهمش شي دين صحيح يرجعوا ليه، كلشي تحرف وتزور وتخربق. فقرروا يتبعوا اللادينية ويتهناو، وفعلا بعد ما سلكوا هذا الطريق تعايشوا وخدموا في الدنيا وطوروا حياتهم ومشاو بعيد في الحياة. هنا دابا واحد السؤال تطرح نفسه: واش هذا الطريق اللي تبعوه الأوروبيين ونهجوا العلمانية واللادينية في غياب دعوة إسلامية صحيحة تبين لهم الحق، واش هذا الطريق اللي سلكوا صحيح ولا خطأ؟ في هذا الزمن رغم أن المسلمين كانوا متطورين ومتحضرين، كانوا يعانيوا أيضا من الفرقة وكثرة الطوائف الدينية والطرق المختلفة، وكانت بيناتهم أيضا حروب كثيرة. وخير دليل على ذلك ملوك الطوائف بالأندلس والحروب اللي كانت تدور بين الممالك ديالها. إذا في نظر الأوروبيين ما غاديش يهربوا من المسيحية ودين فيه حروب دينية ويتبعوا دين آخر فيه كذلك حروب دينية. إذا الموقف ديالهم نظريا ونسبيا كان منطقي. وسؤال آخر بالنسبة للعرب والمسلمين: كيفاش وعلاش حبوا العلمانية واللادينية؟ وشنا هي النقاط ديال الارتباط والنقاط ديال الاختلاف بين الموقفين، الموقف ديال الأوروبيين والموقف ديال العرب والمسلمين؟ وهنا في نوقعوا العرب والمسلمين في مزلق اللي تبعوا العلمانية، واللي هو أنه النصارى دينهم كله تحرف وما بقى فيه لا أصل صحيح محفوظ بحفظ الله. أما الإسلام على الرغم من الفروق والطوائف فلا زال الأصل والحمد لله محفوظ، ولا زالت تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة محفوظة. فالحمد لله المسلمين عندهم هذا الأصل اللي يمكن لهم يرجعوا ليه ويتوحدوا عليه ويأتلفوا حوله. ومن هنا نعاود نقول بأنه المسلمين لا حجة لهم باتباع العلمانية واللادينية، فعندنا الحمد لله ما نجتمع عليه، وعندنا الحمد لله شي حاجة نتوحدوا عليها ونتألفوا عليها اللي هي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين بإحسان، لا بفهم فلان وعلان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي الختام نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس البسيط، وأنه تبان لكم طريق الحق، واللي كاملين تنترجوا الله سبحانه وتعالى باش يهدينا لها في كل صلاة، تنقولوا اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.